على ما يبدو ميليشيا قسد الإرهابيين مستعجلين على نهايتهم في سوريا. 10 أيام من المهلة لسه ما خلصت، قبل ب10 أيام بيخرقوا الاتفاق. على ما يبدو أنهم شافوا فيلم رد العدوان وحبوا يشوفوا مشاهده على الواقع. خرقوا الاتفاق اليوم الحاصل بينهم وبين القوات الحكومية، واستهدفوا أحد عناصر الأمن، واستهدفوا الأحياء المدنية بالقذائف. شهداء وجرحى من المدنيين وأيضا من عناصر الدفاع المدني، وإصابات في صفوف القوى الأمنية. مستعجلين على نهايتكم في سوريا. تم الرد على مصادر النيران من قبل وزارة الدفاع السورية، وحاليا وصل اتفاق لتهدئة عامة وشاملة في أحياء مدينة حلب بوقف إطلاق النار. حاليا نحن على دوار الدلي في شارع السبيل، على خطوط التماس ما بيننا وبين ميليشيا قسد الإرهابية. ايش الوضع؟ الحمد لله الوضع حاليا تمام، والوضع مستقر الحمد لله رب العالمين. بعد هالشيء صار وأمنا على المدنيين وطلعنا المدنيين وحطيناهم مكان آمن، والحمد لله رب العالمين الأمور حاليا تمام. هن بيعرفوا انه اذا تم استهداف مدني ما حدا بيرد له، ما حدا وراه. هن هيك بيعرفوا، هيك شايفين، هيك عم نشوف. شايفين يعني نحن هلا مستنين، يعني نحن بس مستنين انه تجينا شلون بدي اقول لك، يعني انه من فوق مستنين الاوامر بس، ونحن فورا بفوت. واي يعني اي مصدر نيران فورا مباشر. نحن هاي الشباب شوفت عينك، يعني استنفار عام يعني ونفير عام. نحن وين؟ نحن حاليا عند دوار الدله. هذا دوار الدلي على خطوط التماس بيننا وبين نعم الشرق، صح؟ نعم. الله يحميكم، الحمد لله على سلامتكم، الله يحفظك، الله يعطيكم العافيه. الله يحفظك ويسلمك.